تم بحمد الله تمكن مجموعة من أبطال الجيش الحر سريد الهندسة في كتيبة شهداء صيدا بالتسلل إلى أحد المباني التي يتمركز فيها قوات الأمن والشبيحة في أحد الكمائن المتقدمة. نحن الآن نصور هذا التفجير الذي سيتم بعون الله بعد تمكن المجموعة المذكورة من التسلل في عتمة الليل وتفخيخه بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سدد رمي المجاهدين يا رب، اللهم خيب رمي الكفرة، اللهم قونا عليهم. 22/2/2014 الساعة 12 صباحا ليلة الاثنين. مهدهم يا كتائب الأحرار، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مهدهم يا كتائب الأحرار، الله أكبر، الله أكبر، وانقضي عنك كل قيد وقومي كي تقومي الله أكبر، كل قيد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وينادي متى يسافر مهدهم يا كتائب الأحرار، بسم الله، الله أكبر. يتم الآن استهداف الأبطال الذين تسللوا على خط الجبل الأول لتفجير مبنى يتواجد فيه النظام بقذائف المذيع. وتنادى العيد وطال انتظاري، وتنادى العيد وطال انتظاري، مفقهم يا كتائب الأحرار، واتركوا العيش بالثياب العاري، أشعل النار في كيان بخيل، ليس يحمي الديار مثل النار، طفح الكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. 23/2/2014 اليوم التالي لعملية التفجير والتسلل التي صورناها في يوم الأمس. الحمد لله تمكن مجاهدين الجيش الحر من التسلل إلى هذا المنزل الذي كان مكر لعصابات الأسد وتفجيره بالكامل وعدم إبقاء منه شيء. الحمد لله رب العالمين. اللهم سدد رميهم يا رب. في كيان بخيل، ليس يحمي الديار مثل النار، خطبيهم في كل مجلس.